الاستوديو الضيفة العزيزة ومفاجأة الحلقة الكابتن زينب محمد زينب المتولي الصاوي، بطلة كأس العالم الأخيرة باليونان منذ أيام. أهلا بيك يا كابتن زينب. أهلا بحضرتك، نورتينا في الاستوديو النهارده. ربنا يخليك. وسعداء بيك وبإنجازك الرائع اللي بنعتبره مفخرة لكل المصريين وليس لأهل بلدك فقط. ربنا يخليك. كابتن زينب، وجودك معانا النهارده بيخلينا نبدا من البدايه كده من تحت خالص، ونقول لحضرتك بدات ممارسه رياضه الكاراتيه وانت كام سنه؟ بدأت وأنا عندي 9 سنين. وانت عندك 9 سنوات بالظبط. 9. كانت البدايه ازاي جت فكره ان انت تمارسي لعبه الكاراتيه بالذات، وخاصه ان لعبه الكاراتيه في القرى يعني بتبقى شايفين الناس انها ايه تناسب الولد اكتر او حاجه زي كده؟ هي اختي الكبيره سمعت من زميلتها ان في رياضه الكاراتيه في المنزله. فهي عرضت على ماما الفكره وكده، وقالت لها ان احنا انا وزينب ان احنا نروح الكاراتيه. فماما رحبت الاول بالفكره ان احنا صغيرين وعادي وكده بالنسبه لممارسه الكاراتيه. تمام. فمن هنا بدات ممارسه رياضه الكاراتيه. اختك اكبر منك بقد ايه؟ بسنتين. بسنتين وهي اللي عرضت الفكره؟ هي اللي عرضت الفكره على ماما. اختك حققت يعني وصلت كانت بطله. كانت بطله، خدت بطولات يعني؟ بس ما كملتش ما وصلتش للمرحله. انت دراستك ايه يا كابتن زينب؟ انا خريجه كليه التربيه الرياضيه. ما شاء الله، خريجه كليه التربيه الرياضيه. طيب يعني هل مساله ان انت طالبه في كليه التربيه الرياضيه ده ساعدك في ممارسه الرياضه دي ولا؟ لا، هو يعني ما كانش ملهاش تاثير. لا يعني وجودك هي ما اضافتليش كتير يعني. ما اضافتش؟ لا، ما اضافتليش كتير. تمام ما اضافتلكيش. طيب ايه اخر البطوله الاخيره دي؟ كلمينا عنها، بطوله كاس العالم الاخيره دي. الحمد لله، بطوله كاس العالم اللي هي الاخيره ديت كان كاس العالم في اليونان. ايوه. فربنا كرمني والحمد لله حصلت على المركز الاول. على المركز الاول في بطوله كاس العالم للكاراتيه. مين اصعب خصم قابلك في البطوله اصعب خصم قابلني اول ماتش ليا كان اول ماتش كان اليونانيه. فده كان بالنسبه لي صعب جدا. يعني اول ماتش ليا في البطوله. لاعبه من يونانيه من بلدها من الجمهور معاها بقى والحكام فده كان اصعب ماتش ليا. ده كان موترك؟ هو كان قلقني شويه. كان قلقني ان التحكيم شويه كان ليهم وكده، ويعني مش خايفه اتظلم. يعني كنت خايفه اتظلم. نعتبر ان ده كان نهائي مبكر ان انت دخلت اول دخلتك كانت مع بطله اليونان. كانت مع البطله اليونانيه. كانت يعني انت كنت شايفه ان مستواها عالي قوي يعني؟ كانت عاليه ولا؟ لا، هي كانت متوسطه مش عاليه قوي يعني. بس يعني انا كان كل خوفي من ان اتظلم في البطوله، يعني ان انا هي في بلدها والتحكيم معاها والجمهور معاها. فده كان قلقني شويه ومخوفني. حد يا كابتن زينب من اللي انت قابلتيهم لاعبات حصلوا على بطوله العالم قبل كده؟ مش في البطوله، مش في كاس العالم يعني. قابلت اول عالم كان في سالزبرج في النمسا. دي كانت اول عالم، كانت اول ماتش ليا معاها برضه. اختك اسمها ايه اللي كانت؟ منال. طب واختك ايمان؟ وايمان دي الصغيره بقى، انا اللي بشجعها عشان تبقى بطله زي تبقى طيب ايمان تمشي المشوار بتاعها. نسمع صوت ايمان. اهلا بيك يا ايمان. اهلا بحضرتك، ازيك؟ منورانا وسعداء بصوتك. ربنا يخليك، ربنا يكرمك. عايزه تقولي ايه للكابتن زينب؟ حابه اقول لكابتن زينب اللي هي مشرفانا دايما على طول، وانا بفتخر ان ليا اخت زي دي، وانا بحبها جدا واتمنى لها اللي هي تكون احلى اخت